على كوكبنا في أماكن غريبة كتير، لكن في منطقة واحدة بالذات ممنوع على أي حد يزورها أو حتى يطير فوقها. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. المكان ده محاط بالغموض والسرية، وبيتقال إنه بيخبي أسرار ما ينفعش حد يعرفها. المنطقة اسمها منطقة القطب الجنوبي المحظورة، أو بالأدق جزء معين في القارة القطبية الجنوبية. بيتقال إن في قاعدة سرية من أيام الحرب العالمية التانية اسمها قاعدة 211. الشائعات بتقول إن النازيين بعد الهزيمة خبوا هناك تكنولوجيا غريبة جدا، وبعض النظريات بتقول إن في مخلوقات فضائية اتخبت هناك. لكن المدهش إن في معاهدات رسمية لحد النهاردة بتمنع أي دولة تستخدم القطب الجنوبي عسكريا أو تعمل حفريات في المنطقة دي أو منطقة معينة. في 2018 مجموعة من المستكشفين حاولوا يدخلوا المنطقة دي بدون تصريح. الأجهزة اتعطلت فجأة وفقدوا الاتصال بعد ساعات، وبعد أيام تم العثور عليهم على بعد 60 كيلو من الموقع مرهقين، ومفيش حد فيهم فاكر إيه اللي حصل. هل فعلا في سر مخفي هناك، ولا الحكومات بتحمي اكتشافات تكنولوجيا متقدمة؟ اللي نعرفه إن دي واحدة من أكتر الأماكن غموض على وجه الأرض، ومحدش لحد النهاردة قدر يعرف الحقيقة كاملة. لو عجبتك القصة أو عندك حاجة شبيهة اكتبها لنا في الكومنت، يمكن تكون هي الفيديو اللي جاي. وما تنساش الاشتراك واللايك عشان يوصلك كل جديد.